السلام عليكم. النهاردة هنعمل أسهل وأسرع مكرونة، وبصراحة الطعم جميل ولذيذ جدا. أنا دينا على المية غليت وحطيت فيها مكرونة مقصوصة، خليها ما تستوي وما تسويهاش على الآخر، لازم تسيبي فيها تك قبل ما نشوف هنعمل ايه. كده المكرونة خلاص استوت اهي، لازم يبقى فيها تكة شوية متستويش على الآخر عشان لما نقلبها في الصلصة يبقى سواها حلو متبقاش معجنة اهي. اصفيها وارجع لكم تاني اهو. حطيت الزيت وحطيت عليها البصلة، مش باين البخار طلع عليها. هنحمر البصلة نخليها لونها دهبي فاتح، وبعدين نحط عليها باقي المكونات اهي. خلاص بقى لونها حلو اهو. نحط عليها بقى 4-5 فصوص توم تشويحة مع بعض. التومة تطلع. هنا الصلصة اهي، عليها فلفل احمر حامي، وعليها بتاع ده فلفل اسود وملح. انا حطيت كده فلفل حامي اللي هو الاحمر ده، وحطيت فلفل اسود، وحطيت ملح، واسيبهم بقى يتسبكوا كويس قوي، وبعدين نحط عليها بقى المكرونه ونشوف شكلها يكون ايه. وعلى فكره طعمها لذيذ جدا. هي اتسبكت اهي خالص وسبت لها فوق الوش. نحط عليها بقى قلبتها اهي، جميله ازاي، طعمها تحفه. جربوها هتعجبكم جدا، وبالهنا والشفا. ما تيجي تفككوا المكرونه بظهر المعلقه كده عشان ما تتكسرش منكم، عشان تفضل صحيحه زي ما هي، وبالهنا والشفا.